الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحبة، أسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عبادة عظيمة ويسيرة وسهلة، عظيمة الأجر، عظيمة الفضل، عظيمة المكانة، ولذكر الله أكبر من كل شيء. فاسعوا إلى ذكر الله، هكذا يقول فاسعوا إلى ذكر الله. الله كم نحن نملك من الكنوز ما لا يعلمه إلا فاطر السماوات والأرض، ولكن التفريط الكبير. يمضي النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مع الصحابة فيرى جبلا فقال سيروا هذا جندان سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. في الشروق سبق في الدنيا سبق وفي الآخرة سبق، في الفضل سبق وفي الأجل سبق وفي المكان سبق وفي كل خير سبق. وهو علام الغيوب. في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. أيها الأحبة، أتمنى حينما نعيش مع النصوص أن ندخل في هذه النصوص بفكر واسع شامل. كثير منا حينما يقرأ نصا فإنه ينظر إلى ظاهره فقط القريب، لا يريد أن نتوسع حتى نعرف. قال سبقوا، وهذه كلمة مجملة، سبقوا في كل شيء. نعم، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أقول أيها الأحبة، ذكر الله عز وجل توفيق من الله، ولذلك كلما كنا نذكر الله كلما كنا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا ذكرته ذكرك، وإذا شكرته زادك، وإذا استغفرته غفر لك. كل هذا من الذكر. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في المسجد ويجد مجموعة من الصحابة قد تحلقوا، فيسألهم صلى الله عليه وسلم ما الذي أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما من به علينا. فقال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. في الثالثة الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. يعني أسألكم بالله، أستحلفكم بالله. فقال صلى الله عليه وسلم اسمع رعاك الله، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم أبدا، وإنما جاءني جبريل يخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم. الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه السلام، يا محمد أخبر، يا جبريل أخبر محمد أنني أباهي بأولئك النفر الذين جلسوا في المسجد، أباهي بهم الملائكة الملأ الأعلى. لماذا لا نستشعر هذه المعاني؟ لماذا لا نحرص على الذكر ومجالس الذكر وحضور مجالس الذكر؟ بعضنا قد يجلس وقفات طويلة وينسى أن يجلس في مجلس يقال فيه في آخره وهم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تخيل حينما الله سبحانه وتعالى يقول لمجموعة من الناس قد جلسوا في مجلس يذكرون الله أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة يا ربي فلان ما جاء إلا لحاجة، ما زال الذكر لكنه جلس مع أهل الذكر. قال وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
فكيف إذا ذكرت الله عز وجل؟ كيف 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 إذا ذكرت الله عز وجل؟ ولذلك يا إخوتي وأخواتي أتمنى أن نجعل لأنفسنا برنامج عملي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أذكار الصباح وأذكار المساء، سن لنا ذكرا في كل عمل نعمله، حتى الثوب، أنت تلبس الثوب له ذكر، حينما تخلع الثوب، تدخل البيت، تخرج من البيت، تذهب السوق، تركب سيارتك، وهكذا. إذن أيها الأحبة، نحن نملك كنوزا والله ما تقدر بها. أنا أعطيك مثال بسيط. حينما يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، ميزان ماذا؟ ميزان الله عز وجل، كلمة واحدة تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وفي رواية ما بين السماء والأرض. هذا كلام أظن عربي وأظن واضح جدا واضح. سبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. صدقون أيها الأحبة، إنه كلام عربي واضح البيان والمعنى، لكن أين نحن منه؟ أين نحن من المحافظة عليه؟ يا سلام لو أن وضعنا لأنفسنا هذا البرنامج، حافظنا على أذكار الصباح والمساء التي ما منها أيضا إنسان أنه يقول يعني، لكن لا بد أن نحرص، ثم نضع لنا برنامجا عمليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.